إذا مشاهدينا ننتقل وإياكم من جديد إلى مؤتمر الحوار السوري، وربما الآن نستمع إلى البيان الختامي. مؤتمر الحوار الوطني سيتفضل الأستاذ ماهر علوش ليضعنا بتصور ما وصلنا له، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. أتقدم بالشكر الجزيل إلى حضراتكم وإلى كل من ساهم معنا في هذا اليوم. السيدات والسادة، الآن اقتربنا من الوصول إلى نهاية هذا اللقاء، وقد وصلتنا خلاصة أوراق عمل جميع الورشات. محتواها يهمنا جميعاً، وإن اختلفت اختصاصاتنا واهتماماتنا، وقد لاحظنا أنها تعالج القضايا الكبرى في المحاور الأساسية، وكانت طروحاتها توافقية متقاربة، وإن طرحت بعض القضايا التي لا تزال محل اختلاف. وبناء على ما قدمتموه من أوراق وما وصلنا عبر الرابط الإلكتروني الذي شارك من خلاله أكثر من 10,000 سوري، تمت صياغة البيان الختامي مما تم التوافق عليه من طروحات وأفكار. هذا وسوف يتم تضمين كافة المداولات والنقاشات في تقرير تفصيلي يصدر في وقت لاحق إن شاء الله. نستأذن السيد رئيس الجمهورية بتلاوة البيان الختامي، فلتتفضل السيدة هند أتاس. أشكر. السلام عليكم ورحمة الله. هدى أتاسي. قبل أن أبدأ بتلاوة البيان أود أن أشكر الحضور الكرام، وأوجه شكري بالخاص إلى الميسرين والميسرات الذين قاموا اليوم بعمل جبار. بسم الله الرحمن الرحيم. في سابقة تاريخية تشهدها سوريا الحديثة، وبعد عقود من المعاناة التي كابدها الشعب السوري من الظلم والقهر والاستبداد، ومع إعلان انتصار ثورته العظيمة، اجتمع أبناء الوطن على طاولة الحوار الوطني الذي طالما حرموا منه لوضع أسس الدولة السورية الجديدة القائمة على مبادئ الحرية والعدالة والكرامة الوطنية. وبداية فإن الحضور يرفعون أسمى آيات التهنئة إلى الشعب السوري العظيم بانتصار ثورته المباركة، ويثمنون الخطوات والقرارات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر النصر، والتي شكلت أساساً متيناً للمرحلة الانتقالية، كما يعبرون عن بالغ التقدير للقوى العسكرية والمدنية التي سارعت للانخراط في بناء مؤسسات الدولة. واستكمالاً لمؤتمر النصر، وبعد حوارات مكثفة بين السوريين والسوريات، تم الإعلان عن مؤتمر الحوار الوطني، وصدر قرار رئاسي من السيد الرئيس جمهورية أحمد الشرع بتكليف لجنة تحضيرية لذلك، وبحضور من سائر الأطياف والشرائع المجتمعية السورية،
وفي أجواء يسودها الوفاق والحرص على المصالح الوطنية العليا، انعقد اليوم مؤتمر الحوار الوطني توزع في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق. وبعد افتتاح المؤتمر من قبل السيد رئيس الجمهورية، توزع المشاركون على قاعات الحوار وبدأوا عملية نقاش شفافة وشاملة حول مختلف القضايا المصيرية. وقد خلص المؤتمر إلى اعتماد المخرجات التالية: الأول، الحفاظ على وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها على كامل أراضيها، ورفض أي شكل من أشكال التجزئة والتقسيم أو التنازل عن أي جزء من أرض الوطن. الثاني، إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية باعتباره انتهاكاً صارخاً لسيادة الدولة السورية، والمطالبة بانسحابه الفوري وغير المشروط، ورفض التصريحات الاستفزازية من رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعوة المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب السوري والضغط لوقف العدوان والانتهاكات. الثالث، حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش وطني احترافي، واعتبار أي تشكيلات مسلحة خارج المؤسسات الرسمية جماعات خارجة عن القانون. الرابع، الإسراع بإعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة ويضمن سد الفراغ الدستوري بما يسرع عملية أجهزة الدولة السورية. الخامس، ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت الذي سيطلع بمهام السلطة التشريعية وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل. السادس، تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد يحقق التوازن بين السلطات ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات. السابع، تعزيز الحرية كقيمة عالية في المجتمع باعتبارها مكسباً غالياً دفع الشعب السوري ثمنه من دمائه وضمان حرية الرأي والتعبير. الثامن، احترام حقوق الإنسان ودعم دور المرأة في كافة المجالات وحماية حقوق الطفل ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل دور الشباب في الدولة والمجتمع. التاسع، ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ كافة أشكال التمييز على أساس العرق أو الدين أو المذهب، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بعيداً عن المحاصصة العرقية والدينية. العاشر، تحقيق العدالة الانتقالية من خلال محاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات وإصلاح المنظومة القضائية وسن التشريعات اللازمة والآليات المناسبة لضمان تحقيق العدالة واستعادة الحقوق. الحادي عشر، ترسيخ مبدأ التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب السوري ونبذ كافة أشكال العنف والتحريض والانتقام بما يعزز الاستقرار المجتمعي والسلم الأهلي. الثاني عشر، تحقيق التنمية السياسية وفق أسس تضمن مشاركة كافة فئات المجتمع في الحياة السياسية واستصدار القوانين المناسبة لذلك، والتأكيد على إجراءات العزل السياسي وفق أسس ومعايير عادلة. الثالث عشر، إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الزراعة والصناعة عبر تبني سياسات اقتصادية تحفيزية تعزز النمو وتشجع على الاستثمار وحماية المستثمر
وتستجيب لاحتياجات الشعب وتدعم ازدهار البلاد. 14. الدعوة إلى رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا، والتي باتت بعد إسقاط النظام تشكل عبئاً مباشراً على الشعب السوري، مما يزيد من معاناته ويعيق عملية إعادة الإعمار وعودة المهجرين واللاجئين. 15. إصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها والبدء بعملية التحول الرقمي، بما يعزز كفاءة المؤسسات ويزيد فاعليتها ويساعد على مكافحة الفساد والترهل الإداري، والنظر في معايير التوظيف على أساس الوطنية والنزاهة والكفاءة. 16. ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في دعم المجتمع وتفعيل دور الجمعيات الأهلية لمساندة الجهود الحكومية في إعادة الإعمار، ودعم الدولة لمنظمات المجتمع المدني بما يضمن لها دوراً فاعلاً في تحقيق التنمية والاستقرار. 17. تطوير النظام التعليمي وإصلاح المناهج ووضع خطط تستهدف سد الفجوات التعليمية وضمان التعليم النوعي والاهتمام بالتعليم المهني، لخلق فرص عمل جديدة وربط التعليم بالتكنولوجيا لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. 18. تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري والاستمرار في الحوارات على مختلف الأصعدة والمستويات وإيجاد الآليات المناسبة لذلك، والتزاماً بمبدأ الشفافية سوف يصدر تقرير تفصيلي من اللجنة التحضيرية يعرض مشاركات وآراء الحضور في مؤتمر الحوار الوطني. ختاماً، تخليداً لذكرى الشهداء الذين بذلوا أرواحهم حتى ننال حريتنا، ولكل الجرحى والمعتقلين والمغيبين والمهجرين وأهلهم وذويهم، ولكل من قدم التضحيات من الشعب السوري، فإن هذا البيان يمثل عهداً وميثاقاً وطنياً تلتزم به كافة قوى الفاعلة، وهو خطوة أساسية في مسيرة بناء الدولة السورية الجديدة، دولة الحرية والعدل والقانون. حرر في دمشق بتاريخ 26 من شهر شعبان لعام 1446 للهجرة، الموافق 25 من شهر شباط لعام 2015 ميلادية. السلام عليكم. نتقدم بالشكر إلى جميع الحاضرين معنا، كما نتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع. وننهي جلستنا أو مؤتمرنا الذي خرجنا منه بهذه المخرجات الذي تليق بشعبنا. الأخوة، نستأذن السيد الرئيس ممكن يكون في مصافحة، فتفضل. على المنصة، ممكن على المنصة. طيب يا أخوة إذا في مجال، بس إذا في مجال مكانكم. الأخوة جميع الجلوس في المكان، راح يرجع سيد رئيس لمكانه ومن أمامه. الأخوة الجميع في المكان. إذن كنا نستمع وإياكم مشاهدينا إلى البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري، جاء على ذكر العديد من النقاط التي ربما نذكر بعضها
مؤتمر النصر وصف بأنه شكل أساسا لبناء الدولة، وأنه التأكيد على وحدة سوريا وسيادتها على أراضيها، بالإضافة إلى إدانة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، المطالبة أيضا الانسحاب الفوري لإسرائيل من الأراضي السورية، حصر السلاح بيد الدولة أيضا إحدى النقاط التي جاء البيان الختامي على ذكرها، وبناء جيش احترافي، اعتبار أي جماعات مسلحة خارج الجيش مجموعات خارجة عن القانون. أيضا بيان المؤتمر الحوار السوري قال الإسراع بتشكيل مجلس تشريعي وتعزيز الحرية في المجتمع السوري وصياغة الإعلان الدستوري، طبعا الممهد لوضع دستور للبلاد، ترسيخ مبدأ المواطنة ونبذ التمييز، بالإضافة إلى تحقيق العدالة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. أيضا جاء على ذكر ترسيخ مبدأ التعايش بين كافة المكونات السورية، بالإضافة إلى إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية. البيان أيضا قال وتحدث عن الدعوة لرفع العقوبات الدولية عن سوريا وإصلاح المؤسسات العامة والبدء بهيكلتها، أيضا مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في إعادة الإعمار وتطوير النظام التعليمي في البلد وإصلاح المناهج. أيضا كان جاء على ذكر موضوع إصلاح المؤسسات العامة وبدء بهيكلتها. وبالختام اعتبر هذا البيان بمثابة ميثاق وفقا لمن تلت هدى الأتاسي، وهي التي تلت هذا البيان الختامي، ويجب على الجميع الالتزام به كميثاق يعترف ويلتزم به من قبل الجميع.